الزملكاويه الشمتانين اللي انا واحد منهم. ايه رايكم في اللي بيحصل في الاهلي؟ اوعى تشمت في الاهلي. عموما مبروك والف الف مبروك، ووش السعد عليكم زيزو. اللهم صل على النبي. ايه الجمال والحلاوه دي؟ ده داخل برجله الشمال. تخيل ان في حاجه هقولها لك ما حصلتش للنادي الاهلي يمكن في تاريخه كلها. الاهلي لعب 3 ماتشات ما جابش جون. 3 ماتشات منهم ماتشين رسميين وماتش ودي ما جابش جون. حتى الجون الوحيد اللي جابه اسامه ابو علي في نفسه. يا عم زيزو بطل غطس. انت لمست الكرة في الشوط الثاني 4 مرات، مرتين غطست فيهم، ومره الكرة اتاخدت منك وكان هيجي فيكوا الجون الثالث بسببه، ومره بصيت الكرة عادي جدا. فالمذيع يقول لك ايه؟ الله على زيزو ولمسه زيزو. ايه يا عم اللي حصل؟ الكرة جايه له، الراجل قام لعبها على طول، باص سريع للعيب اللي جنبه. ابويا اللي عيان جوه ده ونايم عنده 70 سنه، لو جات له الكوره هيعملها كده. ما شفناهوش يعني اخد الكوره واخد المدافع في ظهره واخد واحد واثنين وثلاثه وحطها مثلا في المقص مثلا، او حطها جنب العارضه عشان تقول كده. يا عم المذيع الراجل باص الكوره، باصها عادي جدا ودافعين فيه 120 مليون جنيه عشان يعمل اكتر من كده. فالراجل باص الكوره باصه. الله عليك وعلى لمستك يا زيزو. الله عليك وعلى لمستك. ايه الراجل 45 دقيقه في الشوط الثاني لمس الكوره 4 مرات، عمال تقول الله عليك وعمال تمجد فيه وعمال تعوضه الماتش اللي فات طبعا، لان الماتش اللي فات كان اهانه ومهانه ليه وللاهلاويه، واحنا طبعا فاهمين الكلام دوت. بس انا والله بكل فخر شمتان جدا في النادي الاهلي، فرحان جدا في اللي بيحصل في النادي الاهلي، والحمد لله قلت قبل البطوله ان الاهلي هيجيب نقطه واحده بس ويرجع. النقطه دي هيجيبها لجماهيره، وهو جابها وما كانش هيجيبها لولا الكره اللي طلعها الشناوي بدماغه في اخر ثانيه في ماتش ميامي. كان زمانهم النهارده اول فريق يخرج رسمي. فهنشوف بقى الفتره اللي جايه ديت من بعد الماتش بتاع النهارده، بعد ما اتفشخوا من بالميراس، هنكسب بورتو اللي لعب اصلا ماتش جامد على بالميراس وكان هيكسبه. فانت النهارده هتلاقي الاهلاويه معاهم 2 سكريبت. السكريبت الاولاني اسمع مني، انا ما بقولش حاجه وبتجلي. السكريبت الاولاني ان شاء الله هنكسب بورتو. السكريبت التاني بقى اللي هيتوزع في كل القنوات الفضائيه، هتلاقي ايه؟ كله بيقول لك ايه؟ يعني فريق الاهلي ده اللي هو بيتغلب ويتهان ده النهارده في ربع ساعه كده، والله العظيم لو البلاستيك كان بيلعب النهارده كان هيلعب احسن منهم. يحيى عطيه الله بيقلش الكره في السماء، الكره ترجع لمروان عطيه يبصيها للعيب بتاع بالميراس يعمل عليهم هجمه، زيزو تجيله الكره تتاخد منه وتتعمل عليهم هجمه. كانت ربع ساعه للنسيان وربع ساعه في الضياع. انا كنت قاعد بتفرج وميت على نفسي من الضحك من اللي بيحصل. فهيقول لك بقى على الفريق الكوميدي ده، يعني الفريق ده لما يخرج من كاس العالم للانديه ويرجع الدوري المصري يلعب بقى سيراميكا والمحله والاسماعيلي والزمالك والفرق دي. يا عم هو ده السكريبت اللي جاي. اسمع مني اسمع مني وما تراجعش ورايا. هم خلاص يأسوا من كاس العالم للانديه. هم بس كانوا من 4 ايام بيقول لك احنا داخلين ننافس على البطوله وجايبين لعيبه افريقيا كلها عشان ننافس على البطوله. النهارده بيقول لك ايه بقى؟ لا ان شاء الله نحاول نكسب بورتو، او اللعيبه دي كلها هترجع تلعب في الدوري المصري التعبان المظلوم اللي ملوش اي لازمه، اللي احنا اصلا كقيمه تسويقيه تفوقه، والكلام الهكس ده هيبدا يرجع تاني. بالرغم ان انت لما كنت بتجيب لعيب كويس، لعيب كويس، يعني هديك مثل بسيط. شوف تعامل الاعلام مع زيزو من انتقاله من الزمالك للاهلي وبيلعب في الاهلي زي الزفت، هو اصلا ما لعبش خالص، وعامل لك ايه؟ لعيب جامد ولعيب ليه لمسه ساحره ولعيب مفيد جدا للنادي الاهلي. وشوف بنتايك لما لعب في الزمالك ايه اللي حصل؟ ده لعيب كويس. اللي جاب بنتايك للزمالك ده بيفهم. طب وبعدين؟ ولا الهوا خلاص بقى اردم عليه، احنا مش عايزين ننجمه. امال ايه؟ ياخد الثقه ويلعب مع الزمالك بكل اريحيه. لا احنا هندي لايه؟ لبنتايك وللزمالك على عينيه. لكن اللعيب يجي الاهلي والله العظيم لو قعد دكه، لو قعد دكه كده، بص قعدته على الدكه يا جدعان عامله ازاي؟ تحس ان هو برنس. بص حاطط رجل على رجل كده، وتحس ان الشنكار مرتب والشراب مرتب والتيشيرت بتاع الاهلي هينطق عليه. لعيب عندنا بيلعب 90 دقيقة مموت. يعني اقول لك على حاجة، ناصر منسي شوفوا بيعمل ايه. الراجل يعتبر ثالث هداف الدوري وما لعبش ربع اللي لعبه امام عاشور، ولا حد بيتكلم عليه. حتى فرحه كان من كام يوم ما حدش اتكلم عليه نص كلمه، ولا حد حتى تف في وشه وقال له الف مبروك يا ناصر. لا ليه؟ لان ده الحراق بتاعهم. فالحمد لله رب العالمين بيتفضحوا وبيتفشخوا. وانت بقى كزملكاوي لازم تتابع قناه الفتره اللي جايه. الحمد لله رب العالمين الفتره اللي جايه هعمل لكم فيديوهات بالذكاء الاصطناعي كلها تريقه وكلها حاجات زي العسل. فانت لازم يا معلمي يا زملكاوي يا فرحان تشترك معايا في القناه، تفعل الجرس، وصدقني والله هتتبسط. انا عايز اقول لك ان انا مجنن الاهلاويه عندي في المنطقه، لانهم عندي على الفيس وعلى الصفحه وبيشوفوا الفيديوهات بتاعتي، لدرجه انهم تحس انهم عايزين يتخانقوا معايا. ليه؟ لان انا فاشخهم. فيلا اشترك بقى يا عم، مستنيك عشان خاطر هتتبسط. سلام عليكم.